مساء الخير على احلى متابعين لقناه فرن الابداع. النهارده هعمل لكم ميني بيتزا حلوه جدا، عجينتها مميزه. هقول لكم على التريكات اللي تخلي العجينه معاكم حلوه وطريه وهشه في نفس الوقت، ولو قعدت معاكم بالاسبوع مش هتنشف. ممكن تعملوها وتفرزوها وتطلعوها على التسويه على طول، وهي زي ما انتم شايفينها جميله جدا. يلا معايا على طول على المقادير. اول حاجه هعمل عجينه البولش، دي عباره عن كوبايه من الدقيق، عليها كوبايه من الميه، معلقه من الخميره ومعلقه من السكر. انا بعجنها بتكون سايله، يعني انا حطيت نص كوبايه الميه وهحط النص التاني اهو، تكون سايله معايا وهسيبها تختمر. ودي فايدتها ان هي بتخلي العجينه معايا ماسكه نفسها، ولما بنحطها في الفرن ما بتفرش زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت من جوه بتبقى طريه وهشه. انا دلوقتي هسيبها تخمر وهجيب وعاء تاني احط فيه 3 كوبايات من الدقيق، معلقه من الخميره ومعلقتين من السكر والميه على حسب العجينه عندي. وهجيب عجينه البولش اللي عملناها، هبدا ان انا اضيفها للدقيق والمكونات، وهبدا ان انا اخلط واعجنها عجن كويس جدا. هتاخد معايا مثلا 5 دقايق، ولو عندك عجانها هيوفر معاكي الخطوه دي، بس انا حبيت ان انا اوريكم ان شغل الايد بيطلع حلو جدا. اول ما بتبقى تلم معايا وبتبقى ملزقه شويه، بجيب معلقه من الزبده، لو مش عندك هاتي معلقه من الزيت، وببدا ان انا اعجن والمها تبقى عجينه عندي طريه وما بتلزقش. سبتها تختمر، هي خدت معايا حوالي نص ساعه لان الجو حر، على حسب الجو عندكم يعني. ببدا ان انا افش الخمر بتاعها واحطها عندي على الرخامه او على المفرش اللي عندي. هبدا ان انا اقسمها نصين عشان ابدا اشتغل فيها. لو انتم ملاحظين العجينه طريه، انا محتاجاها عجينه طريه عشان تطلع معايا البيتزا حلوه جدا. كل ما كانت العجينه مخدومه حلو في العجن بتطلع معاكم طريه. هي مش مستحمله، انا بس بلمها وهسيب الكوره دي وهبدا اشتغل في الجزء التاني اللي معايا. هبدا ان انا افرده بالنشابه. انا ما بحبش لا احط دقيق ولا احط زيت، هو يعني ممكن تبقى ملزقه شويه، فلو انتوا شايفين ان في صعوبه معاكم ممكن تحطوا شويه من الدقيق. انا بالنسبه لي لا، انا كنت بتعامل بانها ملزقه شويه. عادي، انا محتاجه العجينه معايا تبقى كده. هبدا ان انا افرد بسمك رفيع ما يكونش تخين، لان انا لسه هتختمر في المرحله التانية، فتخلوه سمك رفيع خالص زي ما انتوا شايفينه كده. وهبقى محضره معايا قطاعات، انا عندي قطاعات مربعه وقطاعات مدوره، يعني على حسب ما انتوا عايزين الشكل اللي انتوا عايزينه ممكن تتعاملوا بيه. هبدا ان انا افرد لغايه لما الاقي السمك بتاعي معايا رفيع خالص، علشان اقطع بالقطاعات. دلوقتي انا قطعت قطاعات مدوره وفي قطاعات تانية مستطيله او مربعه. هبدا ان انا اخرمهم واحط معايا الحشوات، والحشوات حسب الرغبه يعني اللي عندك. عندك جبنه، عندك زيتون، شويه من الصلصه العاديه معانا عليها ملح وفلفل، شويه من الطماطم والفلفل، بتحطيه في الفرن على نار عاليه وبتطلع معاكي زي ما انتوا شايفين حاجه يعني منتهى الجمال. الفرن لازم تكون النار بتاعته عاليه علشان العجينه من عندي ما تنشفش وتبقى طريه من جوه زي ما انتوا شايفينها، هي بس سخنه، بس حبيت اوريكم المنظر لما بتقطع. اتمنى تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.